واحدة من المشكلات اللي بتقابل ستات وبنات كتير لما بييجوا يتعلموا السواقة جديد هي السواقة بالليل. وللأسف مش بيبقوا عارفين يسوقوا بالليل وبيخلوا كل مشاورهم بالنهار، لأن الرؤية بالليل ما بتكونش أحسن حاجة. فتعالوا مع بعض في الفيديو ده نعرف ازاي نسوق بالليل، نتبع قواعد ايه ونمشي عليها علشان أماننا وسلامنا. السواقة بالليل زيها زي السواقة بالنهار، مع ان احنا بناخد بعض احتياطاتنا في بعض المواقف، علشان ممكن تكون الرؤية مش كويسة او ان احنا ما نكونش شايفين الطريق كويس. أول قاعدة عندنا للسواقة بالليل، أهم حاجة إن تكون في عربية قدامي، لأن هي دي اللي بتبقى كاشفة ليا الطريق. بمشي على خطاها، لما هو يهدي بهدي معاه، لما هو يمشي أمشي وراه، لأن هو اللي بيبقى كاشف ليا الطريق لأنه سابقني. طيب لو جينا ركزنا في العربية اللي قدامي دي، أنا لقيتها بتهدي وبيضرب فرامل، إذا معناه هو قدامه مطب، فأنا على الأساس ده برضو هديت زي ما هو هدى بالظبط، لأن هو كان كاشف المطب قبلي. وده اللي أنا قصدي عليه، إن العربية اللي قدامي بتبقى كاشفة الطريق. اما هنا في الحالة دي انا طلعت على الطريق، ما كانش فيه اي عربيات قدامي. انا هنا كنت بعدي ميدان او باخد صينية وماشية واحدة واحدة. اول حاجة لما تكوني طالعة على طريق مفيش حاجة قدامك، تكوني ماشية بسرعة هادية وبالراحة. ليه؟ لان انتي مش حافظة الطريق. هنا مثلا انا حافظة الطريق، فعارفة ان في مطب، اديت انتظار، فده كان المطب اللي قدامي. فهديت خالص واخدت المطب بالراحة واديت انتظار، عشان لو في عربية جاية ورايا تبقى عارفة اني ههدي. اما هنا برضو كان نفس الكلام، انا ماشيه في الطريق مفيش اي عربيات قدامي، ففيش حاجه كاشفه ليا الطريق، فلما ما بطلع على الطريق ده لاول مره يبقى امشي بالراحه. لو انا مش حافظاه، لو حافظاه انا هبقى عارفه مكان المطبات فين او مكان المفارق فين. فهنا مثلا في مطب برضو ظهر قدامي، فاديت انتظار عشان اللي ورايا برضو ما يتفاجئش. وللاسف هنا المطب مش بيبان لو اخدتوا بالكم غير قبل ما بدخل عليه بكام سنتي، يعني هو يدوبك متر بكون كشفته. لكن لو انا ماشيه على سرعه واخدت المطب مره واحده، او زي ما بنقولها كده اكلت المطب، للاسف ده هيخبط العربيه وهيأذي العربيه من تحت. فاهم قاعده، لو انت بتطلعي على الطريق لاول مره ما ينفعش ان انت تسرعي وتجري، الا لو في حاله انت حافظه الطريق وعارفه اماكن المطبات بتاعته. اما هنا الشارع ده، بص هتلاقي العربيات اللي جايه في الوش الناحيه التانية، احنا ضاربين الانوار في وش بعض، ودي للاسف مشكله في مصر، ان احنا بنبقى في الطرق دي كل واحد منور، فبيبقى ضارب النور في وش التاني، وده المفروض يبقى فيه رصيف كبير فاصل بين العربيه والصف ده والصف ده، عشان الانوار ما تضربش في بعض. برغم هنا ان الشارع منور وفيه عواميد، بس برضو هتلاقي ان الطريق من تحت او الاسفلت لما بلاقي مطب مش بيبان غير لما بكون قربت منه قوي، فعشان كده بقول ما نسرعش. هنا مثلا انا كنت داخله الطريق بدأ يضلم، لو اخدتي بالك في هنا يافطه، يعني في علامه مطب، والعربيه اللي قدامي كانت بتفرمل وبتهدي وطلعت مطب. هنا في الحاله دي اديت انتظار اهو، بصوا المطب بيبان اهو. يعني هو دلوقتي مش باين، انا لازم تبقى عيني على العربيه اللي قدامي وعيني على اليافط برضو اللي هي بتقول لي في مطب ولا لا. اخدت المطب بالراحه وواحده واحده، واديت برضو انتظار زي ما احنا. هنا بقى كان في شارع شمال دخلته، هوريهولكوا بقى، بصوا عامل ازاي. الشارع ده كان ضلمه جدا، وضوء العربيه بتاعي هو اللي كان منور الطريق. بصوا الشارع عامل ازاي، طفيت النور، بصوا المنظر كان شكله مرعب. فطبعا مهم جدا ان انت تكوني مولعه ضوء العربيه، وخصوصا في شوارع زي دي الضلمه جدا. ومهم برضو تكوني منوراها عموما، علشان تبقي انت متشافه من العربيات اللي حواليكي، وفي المفارق او في الطريق المقابل ليكي الناحيه التانية تبقي متشافه. اما هنا برضو الطريق كان منور عادي وبدأ يضلم واحدة واحدة، فبدأت برضو اخد العربية اللي قدامي دي امشي على خطاها، وهو دلوقتي بيهدي لانه طالع على مفارق، وفعلا الشارع ده كان اخره مفارق. فبرضو اكون مركزة مع اللي قدامي وملزقش فيه، واسيب مسافة امان عادي زي ما اتفقنا في الفيديوهات السابقة. طلعت من الشارع وخدت شمال، دخلت الشارع الشمال ومشيت برضو في طريقي. وبرضو الطريق ده انا كنت متعمدة اطلع فيه لان هو فيه اكتر من مطب. بصوا علامة المطب اهي موجودة زي السهم اهو. اديت انتظار، اركز كويس قوي بقى مع العلامات. اهو المطب بيبدأ يظهر اهو، شايفينه؟ هو للأسف مع الطرق دي هو مش بيظهر غير وانتي قدامه، فانتي لو بتجري طبعا هتلبسي وتخبطي فيه. فأهم حاجة تركزي في اليفط، وتركزي مع العربية اللي قدامك، ولو مش موجودة عربية قدامك تمشي على مهلك، عشان ما تخبطيش ومرة واحدة تتفاجئي ان المطب قدامك والعربية تتكسر منك من تحت.
وهنا برضو بصي، هنا ما كانش فيه يافطة بقى، هنا بصي في مطب ظهر فجأة، عشان انا حافظة الشارع ده فبرضو هديت واديت انتظار وواحدة واحدة. لان طبعا هما بيحطوا مطبات، لان الجزء اللي في الشمال ده فيه مفارق وفيه مخرج من كذا شارع، فبيحطوا مطبات دي عشان يحد من سرعة العربية فما تخبطش في بعض في المفارق. هنا برضو الشارع مظلم شوية وفي عربية اهي قدامي، بدأت العربية دي بتضرب فرامل وبتهدي، انا عيني عليها وبهدي زيها وبطلع المطب معاها، لان ده برضو مفرق وميدان في اتجاهات من كذا مكان طالع منه عربيات، فبيحطوا مطبات على مخرج كل شارع عشان نحد من سرعة العربية وما يخبطوش في بعض في المفارق. اما هنا بصوا الشارع ده برضو كان اصعب واصعب، بالصلاة على النبي كده، هو المفروض فيه مطب قدامي اهو شايفينه، انا عشان حافظه الشارع ده فعارفه اني بهدي خالص عنده، لكن لو انت جايه بقى على سرعه شكرا هتلبسي فيه. فبرضو النور حتى بتاع العربيه، حتى لو اخدتوا بالكم مش هتلاقوه منور قوي، غير ان بشوف المطب قبليه ب5 سنتي، يعني انا لو ماشيه بجري هلبس يعني. فبمشي برضو على مهلي وامشي واحده واحده خالص. في عربيه بدات هي تظهر قدامي، امشي بقى على خطاه، همشي وراه وهو يبقى كاشف لي الطريق عشان ما اتفاجئش باي حاجه مفاجاه، مطب مفرق يكون حد بيعدي. هو هنا اهو بيهدي خالص لان كان قدامه مطب، اديت انتظار برضو عشان اللي جاي من ورايا بسرعه ما يخبطش فيا، وبرضو مشيت وراه واديت انتظار عادي وخدت المطب ومشيت عادي. هنا برضو كان كاشف لي الطريق وانا ماشيه وراه اهو شايفين. مهم قوي ان انت تركزي بقى مع العربيه اللي قدامك، لان هي دي بقى اللي هتقولك تعملي ايه، تتحركي ازاي، تمشي زي ما هو بيمشي. والنور الاحمر اللي بيضرب ورا ده بيبقى نور الفرامل بتاعته. اهو هو قدامه كان مطب وطلعت المطب عادي، وكان برضو هنا بدأ الشارع ينور والانوار تبان، فالدنيا تمام هنا، فما كانش فيه اي مشكله. السواقه عموما في الشوارع المنوره مش بيبقى فيها المشكله، التحدي الكبير هو بيبقى في الشوارع اللي هي بتبقى ضلمة، مطبات فيها كتير مش باينة، فيها مفارق، فهي دي كلها بتبقى أصعب حاجة في السواقة بالليل. اما هنا كنت خارجة من اشارة، وده ميدان طالع منه مفرق في كذا اتجاه، ودي صينية عادي جدا، برضو بمشي عادي بالقواعد بتاعتنا اللي احنا عارفينها في السواقة، وماشية ورا العربية اللي قدامي عادي جدا. طبعا بيبقى مهم ان انا اكون مركزة مع العربية اللي قدامي، زي ما قلنا بقى ان احنا بنمشي على اساس كل حاجة. هنا ميدان كان زحمة شوية فاستنيت الانتظار شوية، وقفت ورا اللي قدامي ده وبدأت استنى ان الطريق يفضى ويكون في مساحة ان احنا ندخل كلنا. وطبعا في ناس اكيد بتيجي تكسر عليكي في الملفات اللي زي دي وفي الميادين، فعملنا فيديو قبل كده عن موضوع الناس اللي بتكسر دي وازاي تتعاملي معاها. واهم حاجة برضو تمشي في حارتك، حارة واحدة تخصصيها وانتي ماشية. تعالوا هنا بقى بصوا، العربيات كانت بعيدة عني شوية بس انا كنت مركزة معاها، لو خدنا بالنا العربية دي طلعت على مطب، اذا في مطب اهو قدامي دلوقتي، بصوا هيظهر اهو، ده مطب هو بدأ يظهر عشان عيني كانت على العربية اللي هناك لما فرملت وهدت، فانا هديت زيها، فعشان ما البس في المطب ده خدته بالراحة واحدة واحدة وركزت معاه. اهو لو هتلاقوا هنا برضو العربيات بتبدأ تنور هنا فرامل، فمعناها ان هم كاشفين لي الطريق عن بعيد، هم مش قريبين مني بس عن بعد، برضو اركز معاهم واشوف لما يفرملوا اهو المطب بتاعهم اللي هم طلعوا عليه ظهر قدامي اهو. اما هنا برضو هو ركزوا هتلاقوا كل العربيات اللي قدامي بتضرب نور احمر، يعني ده معناه ان هم بيضربوا فرامل، بيدوسوا فرامل يعني. فهي برضو هو قدامهم اهم كاشفين للطريق ان في مطب، برغم ان الشارع منور فوق لو اخدت بالكم، بس الارض مش باينه، يعني المطب نفسه تحت مش باين اهو. كل العربيات اللي قدامي دي ضربت نور احمر، يبقى هي بتضرب فرامل، يبقى في حاجه قدامها بتوقفها، يبقى اهو في مطب. وهوبا لقينا مطب تاني برضو بعديه، لان في 2 مطب ورا بعض حاطينهم في الحته دي عشان الحته دي فيها يوتيرن اهو، شايفينه في عربيات بتاخد يوتيرن، فبيخلوا العربيات اللي جايه من الطريق ده انها تهدي سرعتها عشان اليوتيرن. وبمشي برضو على خطى العربيه اللي قدامي زي ما اتفقنا بنفس القاعده دي. واعتقد بعد الفيديو ده السواقه بالليل هتبقى سهله معاكي، اتبعي بس القواعد اللي قلتلك عليها، ركزي على اللي قدامك، ما تمشيش وتجري في طريق انت مش عارفاه، امشي بالراحه واحده واحده، لو قلقانه خدي يمينك ودي انتظار، فما تقلقيش خالص، الموضوع بسيط وسهل. والسواقه بالليل زيها زي السواقه بالنهار، كل الفكره ان انت بتحتاجي تركيز اكتر، او انك تولعي انوار العربيه وتركزي كويس قوي على اي حركه من العربيات اللي قدامك، عشان هي دي اللي بتبقى كشفالك الطريق. وربنا يستر طريقك ان شاء الله.